السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتيني يا رب دايما تكونوا بخير ودايما تكونوا بأحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض حلويات المادة. زي ما شفت في الأول كده كنا حاطين المكونات بتاعتنا عشان تتسلق. المكونات بتاعتنا اللي كانت بتتسلق على نار عبارة عن فشة وقلب والقرقوشة وحتة من الكرشة. بعد كده بقى الحاجات بتاعتنا اللي هنستعملها: بصل مقطعينه جوانح وطماطم وفلفل رومي ومع شطة سبايسي. وهنا بقى الكلاوي بتاعتنا مجهزينها ومقطعينها وجاهزة. والطبق دوت فيه الحاجات اللي احنا بقى كنا بنسلوها اللي قلتلكوا عليها، الحاجات اللي مشكلة. وبعد كده ومعانا كبدة برضو مقطعينها بقى ايه قطع صغيرة، وحتة من اللي هي برضو متقطعة قطع صغيرة. والبصل بتاعنا متقطع جوانح زي ما قلتلكوا. حطينا بقى صينية على النار وهنحط اللي هي فيها ونقعد نقلبها كويس لحد ما تنزل الدهون ايه اللي فيها، عشان انا ما حطيتش اي حاجة خالص في الصينية، ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، هي اللي هي بس. هنقلبها كويس لحد ما الدهون اللي فيها تسيح وتنزل كويس. انا بقلبها عشان خاطر ما تلزقش في الصينية. بفضل بقى اقلب فيها كويس كده. وبعد كده هنزل بقى ايه بالكلاوي بتاعتنا. اول حاجة خالص بنحطها الكلاوي عشان خاطر بتاخد سوا، يعني اكتر حاجة بتاخد سوا. بقية الحاجات احنا سلقناها يعني مستوية اصلا بنسبة يعني 95%. زي ما قلت لكم هنقلبها بقى كويس كده. شوفوا بقى لونها كده هيتغير ازاي. بعد كده بقى هننزل بالمكونات بتاعتنا اللي احنا ايه سلقناها. انما الكبده هنحطها اخر حاجه خالص، عشان زي ما انتوا عارفين ما بتاخدش سوا. وبعدين الحلويات دي انت بتشكليها زي ما انت عايزه على حسب الحاجات اللي انتوا بتحبوها. بجد طعمها كان تحفه، جربوها هتعجبكم اوي، وانضف واحسن طبعا من اللي بنجيبها من بره. هقلب بقى المكونات بتاعتنا كلها مع بعض. دي هتتشوح كلها مع بعضها كده. بعد كده هحط لها البهارات بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده. البهارات بقى ما فيش غير كمون وفلفل اسمر وملح وكزبره وقرفه وخلاص. مفيش اي حاجه تاني. انتوا بقى حابين تزودوا اي بهارات براحتكم. وحطيت بقى شويه شوربه وهغطيها واسيبها بقى شويه كده عشان طبعا تكمل سوا. هنا بقى شلت الغطا من عليها، شايفين البخار. هحط بقى البصل وهقلبه كويس. هو مش واضح عشان البخار. طول ما البخار يهدى هيبتدي البصل، شايفين كل حاجة ظهرت ازاي. لسه كنت بقول لكم لما البخار يهدى. هنزل بالطماطم بقى وهقلب برضو. وبعد كده هنزل بالفلفل بتاعنا، الفلفل الرومي، وحطيت معاه قرنين شطة سبايسي. حطيت قرنين اتنين بس عشان خاطر الشطة حراقة، ما رضيتش اكتر يعني ايه من الشطة. هقلب بقى كويس. هفضل اقلب فيها كده. وما تنسوش احنا لسه ما حطيناش الكبده، خليكم مركزين. الكبده هنحطها في الاخر خالص. هنا بقى كانت الحاجات بتاعتنا استوت خالص. شوف بقى كده هوسع بقى كين علشان خاطر احط الكبده في الدايره الحلوه دي. حطينا الكبده، هي هنقلبها تاخد لفتين كده وخلاص وهنطفي عليها.
أول ما تغير لونها هنقلبها مع بقية المكونات بتاعتنا. الريحة بقى كانت تحفة بجد، مش قادرة أقولكم، ولا الطعم بجد أحسن من بتاعة المحلات بكتير. حاجة انتي عاملاها بقى في بيتك وضمناها يعني. شايفين كده بقى كان كل حاجة استوت. هنجيب بقى الجرجير، هي الحلويات بيتاكل جنبها جرجير، ما ينفعش من غير الجرجير. انا قطعت الجرجير كده، قطعته قطع صغيرة كده زي ما بنقطع الخضرة كده، وجبت رغيف بقى وحطيت فيه عودين جرجير بالطول كده، واحط بقى عليه الحلويات. ده سندوتش متين، وهرش عليه رشة جرجير بقى، يا سلام. كل حاجة سخنة كده يعني، بجد طعمه كان تحفة. شايفين الأحلام جمدان بجد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك. مع السلامة.